نشكر إسبريس على هذا اللقاء. أنا كبائع متجول كرئيس جمعية العيش الكريم للباعة على الجائلين مدينة تيزنيت، لقينا لواحد الهجمة شرسة من طرف المجلس البلدي وعدة هجمات وكنلقاو فيهم الحلول، ولكن المجلس البلدي ما لقينا معه حتى شي حل. على رغم داك الشيء مؤخرا صيفط لنا واحد المنتخب، واحد العضو في المجلس البلدي كيتلاقى مع الناس بواحد الاسلوب لا اخلاقي، بواحد الاسلوب مشين، كيسب الناس، كيهين الناس بالكرامه ديالهم بالسبان وبالشتم المهم واحد الشخصيه اعوذ بالله. واخيرا دا واحد الشيباني عنده تقريبا 95 عام ولا 100 عام، مشينا نطلبوه عليه، قلنا له الله يجازيك بخير، راه هادشي اللي كدير هاد السيد راه راجل كبير، راه هو ديجا فيه الصداقه، بدا علينا بالسبان وبالشتم وبهادي وواحد الاسلوب مشين، واحد الاسلوب ما يتسمت ليه حتى شي واحد، وقال لنا خويو البلاد. واش تيزنيت ماشي مغرب؟ واش تيزنيت ما طلعش فيها الرايه المغربيه؟ انا الدم ديالي مازال في الصحراء المغربيه، انا الدم ديالي انا جندي متقاعد، الدم ديالي القرطاس كله مخرب الجسم ديالي. علاش؟ من اجل هذا الوطن، من طنجة للبويره. ونقول يا خويا البلاد سير لبلادك، راه هذه بلادي، راه الحمد لله لا كارت ناسيونال فيها المملكه المغربيه وفيها الخريطه من طنجة للبويره. وهذا عضو قال لكم مسؤول ورجل تعليم، وما يكونش حاشا هذا واش يكون رجل تعليم ويكون مربي، لانه كيلفظ بالفاظ خايبه. وقلت له اش كيقول خويا البلاد؟ قلت له شوف هذا السيد يحيى، عرف اش كتقول وعسالاف ما كاش كتقول، راه هذه الهضره اللي كتقول غنشوف معك فيها سيدنا. قال لي فوت سيدنا للهيه، هذا تحدى الملك، تحدى السلطه، تحدى السلطه العليا، تحداها. انا مسؤول على هذه الهضره كنقولها ومسؤول عليها، وغادي نشوف معاه فعلا، غادي نشوف معاه سيدنا. مازال غادي ندير شكايه للديوان الملكي وشكايه لوزاره الداخليه، ونشوف مع هذا السيد فين ما بغى يمشي، لانني انا ضحيت من اجل هذا الوطن، وجا هذا السيد وهني في الكرامه ديالي وفي الشرف ديالي وفي المواطنه ديالي انني انا حارب من اجل هذا الوطن. وملي خرجت ما لقيتش باش نعيش، عندي التقاعد ضعيف، خرجت للشارع كيقول لي خويا البلاد سير لبلادك، اخويا علينا العروبيه خويا البلاد. على حنا ماشي، حنا كل شيء الحمد لله شلوح وعرب كلنا سواسيه، كنا كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنا تحت رايه واحده، وكنا كنقولوا الله الوطن الملك، شعارنا الله الوطن الملك. وهذا السيد يجي ويتلاح وعضو قال لك في المجلس البلدي، وقلنا له السياسي راك انت منتخب، راه حنا انتخبنا عليك باش زعما تحمي المواطن وتحمي هذه. قال لك لا يخلف على اللي انتخب عليا، بالجمله لا يخلف على اللي انتخب عليا، ورانا دايرها في البيان. والسلام عليكم ورحمه الله.